يلا هو الحادقات ان شاء الله. اليوم بغيت نبارطاجي معكم العجينه اللي طلبوها مني بزاف الاخوات، اللي هي ديال البوشيير او المخمار المغربي، ماشي البطبوط وانما الفطائر الذهبيه اللي كنا كناكلوهم او نتناولوهم في الزمن الجميل، اللي كنا كنفطروا بهم او نتسحروا بهم. كيجيو شكلهم خفيف مهوي، لا تيكستور ديالهم كتجي بحال السفنج. كنتمنى لا فيديو يعجبكم، تابعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. ما تنسونيش في لايك والتعاليق ديالكم، واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما عليك الا تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم الحادقات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم دائما تكونوا في احسن الاحوال. عوده اخرى مع ديليس رقيه في نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الفيديو المقترح ديال اليوم هي العجينه ديال البوشيير او لا المخمار البلدي المغربي الاصلي. انا عندي في هاد البول هادي درت واحد جوج لافات كبار ديال الدقيق الابيض، وغنضيف عليهم جوج لافات ديال الدقيق الصلب. عندي معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، نص معلقه كبيره اولا معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، وواحد المعلقه ممسوحه صغيره ديال الملح حسب الذوق، وبطبيعه الحال عندي الماء دافي. بالنسبه للزلافه اللي عبرت بها الدقيق الابيض هي هذه، وهي نفسها اللي غنعبر بها الدقيق الصلب. بسم الله على بركة الله. هنا البنات خديت العجانة. بصراحة نتوما اللي ما عندهاش العجانة ممكن ديروا القصرية، لأن نفس النتيجة، واللي عندها السفل باش تدلك، لأن هاد البوشيار السر ديالو هو في الدليك ديالو. اللي عندها السفل وشوية العضلات باش تدلك، من الأحسن ديروا القصرية. هنا أنا درت لاكيف الصراحة. هنا في لاكيف ديال العجانة درت جوج لافات ديال الدقيق الأبيض اللي هو الدقيق الفورس، ضفت عليها جوج لافات ديال الدقيق الفينو الصلب، ضفت عليها السكر حبيبات والخميره حبيبات. هنا غنبقى نضيف الماء اللي هو دافي بشويه بشويه حتى كتدلك لينا جيدا العجينه. عاد كنزيد الخميره. هنا غنخليكم مع مواصله الفيديو او مشاهده الفيديو الى الاخر، لان هنا البنات غنقطع معكم الصوت، لان شويه ما غنحبسش معكم الكاميرا باش تعرفوا لا تيكستور ديال العجينه فين غتوصل. انا البنات كيف ما قلت لكم مني دلكات العجينه راه ضفت عفوا الملحه صافي، وبقيت خصني نبقى مره ملي كتشرب هذاك الماء، الدقيق يشرب الماء، كنبقاو نزيدو حتى غتشوفوا القوام ديال العجينه في الاخر غادي يكون بحال السفنج تماما. تابعوا معايا لا فيديو حتى الاخر.
العجينة جيدا، درتها في هاد البول اولا درتها في هاد التوبينه ديال العجانه اولا كيف ما كنقولوا ليها في المغرب، وهي غنيه عن التعريف، العزيزه اللي كتخمر لينا الخبز دغيا اولا العجينه. اللي ما عندهاش البنات ديروها في بلاستيك غذائي وحكموا الاغلاق ديالها تقريبا 1 ساعه. انا هاد السوبيره البنات العجانه دغيا تخمر العجينه، درتها تقريبا واحد نص ساعه صافي لقيتها العجينه تبارك الله ما شاء الله ضاعف الحجم ديالها. شوفوا كيفاش جات منبله ومدلوكه مزيان. خرجت منها 7 ديال ليبول، يعني هاد جوج ديال الزليف ديال الفورس وجوج زليف ديال الفينو، خرجت ليا 7 ديال دي بول ديال العجينه. شوفوا كيفاش جات منبله وجات خفيفه وجات بنينه البنات، ما تشبعوش منه. كنتمنىكم تجربوه. الطريقه باش غنقرص هاد البوشير اولا المخمر، لانه هو خفيف ما يمكنش ليكم غديروه فوق سطح العمل وديريكت غديروه في المقله لانه غادي ديفورما ليكم. من الاحسن غديروا البابي سولفوريزي اولا داك الكاعط اللي كندخلو كنديروه ديال لاطا ديال الفران. هنا البنات انا عندي هاد الطابي سيليكون اولا سيلباط، هي كتنفعني بصراحه الناس باش ما نضيعش الورق. انا غنقرص المخمرات ديالي وغنبدا نخبز فيهم. هذا هو سر النجاح ديال العجينه، كتلقاوها منبله هكذا وخفيفه، القوام ديالها بحال السفنج كيف ما قلت لكم. هنا الطريقه ديال الخبيز ديال البوشير ماشي هو الطريقه ديال الخبيز ديال البطبوط. البطبوط البنات ملي كنديرو في المقله قبل ما يدير هذوك الفقاعات ضروري خصنا نقلبوه باش يجينا هكذا مفشفش من الداخل ومحلول. هذا العكس ديالو. هذا هو بوشير اللي كنا البنات زمان كنا كيتسحروا به والدينا وجدودنا في رمضان، والصراحه كيبقى خفيف على المعده وزوين كيشبع. الناس كاينين بعض المدن اللي ما كيخطاهمش هذا البوشير اللي كيفطروا فيه به الصباح، خصوصا الناس ديال بجاعد بني ملال. هاد الناس هادو يعني معروفين بالبوشير، وهنا حتى في الشاويه. هنا البنات ضروري البوشير ملي نبغيو نخبزوه حتى كنشوفوا داك الفقاعات بداو كيخرجوا منبل، عاد كنقلبوه عكس البطبوط كيف ما قلت لكم. انا غنجرب معكم واحد الوحده غنوريكم كيفاش. هانتوما البنات في الطياب ديالو كيجي بحال السفنج. هنا البنات هنا قرصت كيف ما قلت لكم العجينه درتها في المقله، وهنا غنخليو البنات البوشير حتى كيبدا كيدير داك الفقاعات اولا كيتنبل من الفوق، عاد يمكن لينا نقلبوه. انا غنوريكم كيفاش كيكون في المقله بحال هذا الشكل هذا. غنخليو مازال يزيد ينبل بحال هذا الشكل هذا، عاد كنرشوه بشويه ديال الزيت. هانتوما البنات كله جا منبل، يعني البوشير ناجح 100% او لا 100%. صافي البنات وكنقلبوه من الجهه الثانيه حتى هو كنرشوه بشويه ديال الزيت حتى كيتحمر كنحيدوه. هنا البنات درتو في الطبق نيشان ودرت ليه ديروا ليه البابي باش كتنشفوه اولا داك المنادل ديال باش ما يجيكوش فيه هكذا شويه ديال الزيت. صافي هادشي اللي كاين البنات. هنا غنبقى نكمل هاد المخمرات ديالي الى الاخر، ومن بعد غندير واحد البراد داتاي الملقم بالتلقيمه البلديه ديال اتاي. صافي وغنرافقو مع عسيله حره وزبده بلديه. نتوما البنات جا شهوه منه كيشهي، جا خفيف بزاف ما يضركم لا في المعده ولا في حتى شي حاجه البنات، خفيف وزوين بزاف. وهنا كنهدي المتتبعين ديالي واحد الكاس داتاي من نعناع ما شهيتكم فيه، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنسونيش في لي لايك والتعاليق ديالكم. اي سؤال انا راهن الاشاره حطوها ليا في التعاليق وانا كنجاوب البنات. اي سؤال راه كنجاوبكم. ما نكذبش عليكم البنات، هاد البوشيات كيفاش جا مع هاد البراد ديالاتي يا سلام، خصوصا مع عسيله حره
كيف ما قلت لكم وزبيده بلديه. ضروري البنات خصكم دهنوه كيجي شهوه منه. ونيت حنا في قرابه ديال العيد الاضحى، علاش لا كنفطروا منه، كنخليوه هكذا القطبان ديالنا. هنا البنات القطبان ديال اللحم كيجي معاهم هذا البوشيار رائع ورائع رائع جدا جدا. كنتمنى هذا البوشيار يعجبكم، ما تنساونيش شويه ديال لي لايك، وزعما البنات شويه في التعاليق، والى اللقاء، بسلام عليكم.